انت لما تروح بدك تشتري شقة او عقار بيكون عندك مخاوف انه يابا يمكن هذا يكون عم ينصب علي، يمكن عليها شيء الشقة او العقار شيء قانوني مش مزبوط، عليها ضرائب. لذلك انت بدك تفحصها، بدك تعرف شو عليها. اوكي الإفادة العقارية بتبين شو عليها إيجارات فقط، بس في شغلات ما ببين على الإفادة العقارية بدك تفحصها. لذلك نحن في خدمة هذه سبق وحكينا، نحن بنقدم خدمة نفحص عقار أو شقة للي بده يشتري. أوكي. هلا بالنسبة لفحص العقار أو الشقة له كيف نقول درجات، أفضل كلمة هي. في كل درجة لها كلفتها أكيد. في شغلات هي مش بس إنه بتروح بتجيب المعلومة هيك، في شغلات بدك تروح من كذا دايرة لتعرف معلومات. ممكن تكون مرهونة بعد ما ننزل على الإفادة العقارية، ممكن يكون عليها حجز، هذا الحجز ما بينقام طريقة بسيطة، في حجزات تنقام طريقة بسيطة. قد إيه ممكن يطلع عليها ضرائب. يا هل ترى فيش كتير امور يعني ما رح احكيها هلا كلها، يعني بدها فحص وبدها خبره وبدها معرفه. ومش بس سهل اللي يحصل، يعني مش مجرد قالوا شو هيك عم نرمي العقار ونعرف كل شيء، لا. في معلومات بدها تنجاب من اكثر من دايره، يعني في ركض، فيها امور صعبه شوي. بس وفينا ممكن نجيب معلومه تقدر توفر عليك الاف الدولارات. ممكن الاف الدولارات نقدر نوفرهم عليك تدفعهم لصاحب المالك الاساسي. انتبه، ممكن يكون المالك الاساسي عم ينصب عليك، وممكن يكون ما معه خبر. عرفت علي؟ مش ضروري، امرار ما بيكون معهم خبر لاصحاب العقارات، يعني ما فيك تظلمه. على كل الاحوال انت بدك تاكل العنب ما بدك تاكل الناطور، بدك تعرف. عاد في شغلات لازم تندفع يدفعها صاحب الملك قبل ما تتورط فيها وتعلق عندك. واكيد هيدي الاستشاره اللي عم تدفعها، اجار الفحص الشقه، يعني حدا ممكن توفر عليك آلاف الدولارات. بس هذا حبيت أقوله. وفي استشارات تانية، فحص تاني ميداني كمان، يلي بحب نقدر كمان نساعده فيها وفقا من خبرتنا. وأي حدا بده أي شيء اتصل واصل معنا على الرقم هون واتساب.